ولادي مش عايزين ياكلوا البتنجان، وطبعا يعني البتنجان ده هيبقى اسلوب حياة بعد كده، لانه من الحاجات اللي بتعمل وصفات موفرة واقتصادية. فقلت اعمله لهم بالطريقة دي. يا جماعة رهيب. دول كام شريحة بتنجان كنت قلياهم للفطار واتبقى من الفطار، ومش راضيين ياكلوهم، مش عايزين خلاص يحطوهم في سندوتشات. زي ما انتم شايفين قطعتهم مكعبات صغيرة، وجبت طاسة حطيها نقطة زيت، لأن خلاص هو اوريدي البتنجان اللي عندي كان مقلي. لو بتاعك مشوي ممكن تزودي براحتك. وحطيت بصلاية صغيرة مفرومة ناعم، أنا هنا كنت مفرزة البصل تفريزات رمضان بقى وكده. وشوحتهم وحطيت معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. وشوحي الكلام ده لغاية ما البصل زي ما انت شايفة كده يعرق. اوعي تزودي زيت. هنحط فلفل اخضر متقطع صغير او قرن فلفل شطه. انا بصراحه كنت عايزه الولاد ياكلوها فما حطيتش شطه، حطيت بس فلفل اخضر، لكن انتي لو حابه تحطي شطه حطي. ونزلت بالبتنجان بتاعنا اللي هو باقي من الفطار. عايزه اقول لكم كميه بسيطه خالص. وشوحتها كده لغايه ما خدت ودت مع البصل والبهارات، وشلتها من على النار. في طبق بره حطيت نص كوبايه من الحليب، عليها ربع كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الميه الدافيه، معلقه صغيره من الخميره، ورشة ملح وسنة سكر، معلقة صغيرة سكر يعني. قلبت الكلام ده كله مع بعضه. على فكرة انا ما حطيتش الملح هنا يا جماعة، حطيت الملح بعد كده. المهم ان انتي هنا حطيتي معلقة صغيرة من السكر. حطيت على الكمية دي تقريبا كوبايتين من الدقيق ونص. بس انتي زي ما انا بعمل كده حطيهم حبة حبة، يعني ما تكتريش. ولعلمك ممكن تحتاجي دقيق اكتر من كده، عشان كده بقولك حطي بالتدريج. يعني ممكن تحتاجي 3 كوبايات مثلا. عايزه اقول لكم الطريقه دي بترحمكم بعد كده من انكم تعجنوا العجين كتير. يعني اللي ما بيحبش يعجن او ايديه وجعاه يتبع الطريقه دي، وبجد هتفرق معاه كتير. حطوا الدقيق وقلبوا بالمعلقه كده حاجه حاجه لغايه ما تبتدي تمسك نفسها. ادخلي بقى بايديكي. هنا هيبقى اوريدي الدقيق اللي انت حطيتيه خد ايه، شويه من العجن كده بالمعلقه، فمش هياخد منك وقت. اول ما تعجنيها وما تلزقش في ايدك كده سيبيها بقى ايه ترتاح نص ساعه كده في مكان دافي، وتعالي نكمل. زي ما انت شايفة ما شاء الله العجينة ارتاحت. هتقسميها نصين اهي. وانا لا هفردها بالنشابة ولا هعمل اي حاجة، انا او المردنة زي ما بتقولوا عليها بقى في البلد. ومش هجيب حتى صواني بيتزا. زي ما انتوا شايفين جبت طاجن، الطاجن ابو 20 جنيه. انا هخليها وصفة اقتصادية من الالف للياء. حطيت زي ما انتوا شايفين الجزء الاولاني من العجين، وحطيت الحشوه بتاعتنا. اقسم بالله كانها محشيه عصاج. معرفوش البهوات اللي كانوا معترضين على البتنجان كلوه وكانه فطير باللحمه المفرومه. استنوا شوفوا المنظر في الاخر. اصلا بدات اقطعها زي ما انتوا شايفين، كان في حته مقطوعه كده ورحت قاطعه السكينه من عندها. يعني هو حد هيقول لي ايه اللي حصل؟ اهو. ودارينا بقى ايه الحته اللي كانت مقطوعه بصفار البيت كده. وادهني الوش شويه حبه بركه او سمسم زي ما بتحبي. انا عندي بيحبوا حبه البركه اكتر. ودخليها الفرن كانك دخله بيتزا. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ رهيبه. تعالوا بقى نشوف شكلها. يا جماعه ما شاء الله، انا حطيت تحت الطاجن صينيه ألمونيوم عشان كده ما اتحرقتش من تحت، وزي ما تكون محشيه على الصاج. جربوها وهتعجبكم. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير، والف هنا وشفا عليكم، ومع السلامه.